يا مساء الفل على كل الفانتزاويه. بعتذر لكم جدا جدا قبل اي حاجه عن حلقه الاسبوع ال 34 اللي ما قدرتش اطلع فيها، بس ان شاء الله مش هتتكرر تاني ومكملين مع بعض لنهايه الموسم. خلاص الموسم بيفنش. جوله ال 34 الدبل كانت جوله قويه جدا ناريه. الناس طبعا انا شايف 100 نقط وانت طالع، يعني انت لو جايب 100 نقطه انزل دلوقتي قول لي جبت كام نقطه من نهايه الجوله، لان تقريبا خلاص انا تقريبا بصور وناقص 5 دقائق على ماتش برايتون واليونايتد والماتش صفار. يعني انا حتى الان والماتش شغال وانا معايا 2 مدافعين من اليونايتد ومن برايتون، انا جايب 114 نقطة. انت انزل اكتب لي جايب كام نقطة، لو جايب فوق ال100 وترتيبك العام كام، ولو مش جايب فوق ال100 انزل برضو اكتب لي قول لي ايه اللي خيشك وايه اللي خلى جولتك ما تبقاش احسن حاجة. بس خلاص بقى اللي عدى خلينا نفكر في اللي جاي. تعالوا بقى سريعا ندخل في تحضيرات الاسبوع ال 35 وال 36 وال 37 وال 38. ما هو كل اللي باقي على الموسم هم 4 اسابيع. جايب لك النهارده شويه نصايح وشويه حاجات تركز عليها جدا وانت بادئ من دلوقتي لحد نهايه الموسم. طبعا سريعا كده خليني اقول لك ان بطل شهر ابريل لسه ما اعلنش، لان الجوله دي بدات في ابريل، حتى لو خلصت في مايو فيعتبر نتائجها من ابريل، فتخلص الجوله ان شاء الله. الحلقه اللي جايه نعلن عن بطل شهر ابريل عشان يتواصل معانا عشان يستلم الجائزه بتاعته. وما تنساش بقى مسابقه التوقعات اللي ما بيننا وما بين بعض. انزل دلوقتي حالا اكتب لي مين اكتر حارس واكتر خط وسط واكتر مدافع واكتر مهاجم هيجيبوا نقط الجوله اللي جايه بتتوقعهم عشان المسابقه اللي ما بيننا وما بين بعض. وقبل اي حاجه بقى ما تنساش عشان انا عارفك نساي، انزل دلوقتي حالا حط لايك، اشترك معانا في القناه اول مره تتفرج علينا، ما تنساش تتابعنا على الفيسبوك وعلى الانستجرام وعلى تيك توك. تعالى بقى سريعا كده ما اقول لك الحلقه بتاعتنا هتمشي ازاي. احنا هنبدا مثلا دلوقتي اول حاجه هنتكلم عليها الفرق اللي احنا هنبعد عنها تماما من هنا لنهايه الموسم. عندك منها مشي، ما عندكش ما تفكرش تجيب منها، لان الفرق دي ما بقاش عندها اي حوافز ولا اي حاجه بتنافس عليها، يا اما خلاص هبطت يا اما ضمنت مكان في نص الجدول، وهي فرق فانتازيا هي مش مفيده لينا تمام. وانا هنا بكلمك عن تشيلسي، بكلمك عن وولفز، بكلمك عن ساوثهامبتون، وكمان عندك ويست هام، نوتنجهام، فولهام وليدز. دول الفرق ابعد عنهم تماما، حتى ديفرنشال ما تفكرش في حد من الفرق دي، لا تقول لي بقى بوين ولا بالرحمه ولا هاريسون ولا الكلام ده كله، نبعد عن الفرق دي تماما. ده انا كمان هقول لك ان انت التارجت كمان اللعيبه اللي هتلعب قدام الفرق دي. ده كان بالنسبه للشق الاولاني. الجزء الثاني بقى بتاعنا المهم جدا واللي هيفيدنا تماما ان احنا بقى مين الفرق اللي نركز عليها من هنا لنهايه الموسم الاربع اسابيع دول، وكمان هتكون لعيبه ديفرنشال. وانا هنا هبدا معاك مثلا بمانشستر سيتي. هنبدا اول حاجه مع دي بروين. دي بروين لو عندك ما تمشيهوش، استنى كده لحد التسريبات قبل الديدلاين، واحنا النهارده خلاص اوريدي عرفنا انه نزل التدريبات، فنستنى اما نشوف اخبار التسريبات اللي بتنزل قبل الماتش ايه. دي بروين لو جاهز قدام ليدز على الاقل هياخد له 60 دقيقه عشان خاطر يجهزوا الماتش مدريد، هيكون خيار كابتنه ممتاز كمان للجوله دي قدام ليدز هوم. تعالى بقى اما نروح على السيتي في اللعيبه الديفرنشال بتاعته اللي نحاول نكسبهم في ماتش زي ليدز، لان اعتقد بما انه لعب الماتشين الدبل بتوع ال 34 بفول تيم، اعتقد تماما ان هيكون في روتيشن قوي جدا في الاسبوع ال 35 قدام ليدز، لانه يعتبر ماتش سهل عليه. اعتقد ان انت ممكن تغامر بقى على محرز، على فودن، على الفاريز. انا واحد من الناس جبت الفاريز في الجوله ال 34 وما اثرش معايا تمام. طيب نيجي بقى على نيوكاسل. نيوكاسل لما اجي اقول لك ان نيوكاسل هتقول لي طب استنى نيوكاسل ده عندهم دبل في ال 36، اقول لك لا، انت اسبق الكل وابدا دلوقتي جاهز لدبل بتاع نيوكاسل من دلوقتي، خصوصا ان الماتش بتاعهم قدام ارسنال اللي جاي هيكون تقريبا بنسبه كبيره جابرييل من ارسنال مش موجود. فتخيل كده لما هو صليبي اصلا مش موجود والدنيا ضايعه، تخيل كمان جابرييل ما يبقاش موجود، فاعتقد دفاع ارسنال هيبقى هش تماما، وهجوم نيوكاسل الفتره الاخيره مرعب. فمش غلط خالص ان انت تفكر في ان انت تبدا لو ما عندكش ايزاك او ويلسون تبدا تجيب واحد منهم، عشان ممكن بعديه الاسبوع اللي وراه تجيب الثاني عشان تدخل ال 36 الدبل بتاع نيوكاسل معاك الاثنين ويلسون وايزاك او واحد منهم، وهعمل لك ليهم مقارنه. ولو عايز ديفرنشال حلو قوي منهم هيكون جوالينتون. اما بالنسبه للي عنده تريبير اعتقد يعني انت اكتفيت ووفيت، يمكن 6-7 ماتشات ما بيطلعلكش غير بالنقطتين، فاخلص يا ابن الحلال من تريبير عشان خلاص احنا حلبنا الراجل نقط. طبعا السؤال الترند دلوقتي في كل مكان للعيبه الفانتزي، طب اجيب مين، ويلسون ولا ايزاك؟ مين فيهم؟ واحد بيلعب التاني ساعات بيلعب، ده بينزل من على الدكه بيجيب، ده بينزل بيأدي بيرقص نص الفرقه ويروح يجيب اسيست ويعمل شغل عالي. بص يا سيدي انا جبت لك الارقام بتاعت الاثنين اخر 6 جولات عشان نحكم، وخلي بالك الارقام برضو حاجه وعينيك اللي بتتفرج في الملعب دي حاجه ثانيه. في ناس بتحب تمشي ورا الارقام، ناس بتحب تمشي ورا عينيها. انا صراحه شايف الارقام وشايف العينين، شايف الاثنين زي بعض. انت بختك يا ابو بخيت تختار لك منهم واحد وانت وحظك مين هيبدا ومين هيقعد دكه. مبدئيا كده تعالى كده اما نبص على اخر 6 جولات الكلام بيقول ايه. ويلسون اخر 6 جولات جاب 48 نقطه قدام 34 نقطه بس لايزاك. ويلسون جاب 7 تجوان واسيست، ايزاك جاب 4 تجوان واسيست. اما نيجي نبص على الاكسبكتد جولز بالنسبه لويلسون 4.8 نسبه الاهداف المتوقعه مقابل 1.8 لايزاك، فرق كبير جدا. لما تيجي تبص على اكتر الفرص الخطره ويلسون جات له 7 مقابل 3 لايزاك. طبعا اديك شفت الارقام وشفت ان ويلسون متفوق تماما في الارقام، بس هل ده بيديك الابروف كده ان انت تروح تجيب ويلسون خلاص وتطنش ايزاك؟ لا، ايزاك انا مثلا جايب
جايب ايزاك ما اثرش معايا، حتى لما بينزل من على الدكه بيعمل له حاجه. شفنا الماتش الاخير اللي خد فيه نقطه هو عمل اسيست بس هم شالوا منه الاسيست، فالاثنين كويسين. بس هي الفكره حظك مين فيهم هيبدا من اساسي ومين هيقعد على الدكه. تقدر تختار الارقام عندك وانت بقى شوف انت استخير واختار اللي انت عايزه. نتكلم على توتنهام جدولهم اللي جاي حلو جدا من هنا لنهايه الموسم، عندهم 4 ماتشات حلوين. بنتكلم على كريستال بالاس، استون فيلا، برينفورد، ليدز. لو استثنينا منهم استون فيلا نعتبر ان هو ماتش شويه صعب، فنقدر نتكلم ان بقيه الماتشات مش غلط ابدا ابدا ان انت تفكر في سون كديفرنشاليه حلوه قوي بديل لصلاح. لو انت مش عايز صلاح ممكن تبدا تفكر في سون. وانا ليه بقول لك بلاش صلاح؟ هقول لك لما اجي اتكلم على ليفربول. دلوقتي سون لو فعلا عايز ديفرنشاليه حلوه نص ملعب، سون فايق جدا الفتره الاخيره، قدروا نجيب جون في اليونايتد، قدروا نجيب جون في ليفربول. هتقول لي بيضيع كتير، هقول لك كلامك مظبوط، عشان كده انا بقول لك ديفرنشاليه، انا ما بقولكش لعيب مضمون روح هاته هيجيب لك نقط، بقول لك ديفرنشاليه. طبعا اللي عايز الديفرنشال الناس اللي متاخره في الترتيب وعايزه تفرق، لان لو مشي على الاسطمبه هيفضل مع الناس، يطلع معاهم وينزل معاهم، مش هيفرق عنهم تماما. اما بقى بالنسبه لكين، بما اننا بنتكلم على توتنهام، فاعتقد كين من هنا لنهايه الموسم اعتقد كل ماتش هيبقى جايب دبل ديجيت. كين ما بيأثرش من هنا للاربع ماتشات الجايين، مش هيأثر في النقط وهيضرك جدا في الترتيب لو قررت ان انت تستغنى عنه او لو هو مش عندك ومش عايز تجيب. نيجي بقى على ليفربول، وهاجي دلوقتي اكلمك على موضوع صلاح. بص يا سيدي، صلاح حاليا انا شايف ان مركزه في الملعب مش هو مركز صلاح في الملعب، ادواره متغيره، ما بقاش صلاح الحاسم، او مش بلاش الحاسم ده يعني بتوصله كور وهو ما بيخلصهاش، لكن لا، حاليا صلاح ما بيوصلش على الجون. سيبك انه اخر ماتشين جايب جونين الاثنين ضربات جزاء، انما فعليا مش ده صلاح ومش دي الخطوره اللي دايما بنشوفها لصلاح، انه كل ما تجيله الكوره احنا واثقين ان في جون هيجي. لا، صلاح تحسه بعيد شويه عن حته التهديف وعن حته انه هو يهدد مرمى الخصم. عشان كده بقول لك لو مش عايز صلاح ممكن تفكر في سون، ولو خليت صلاح فدي في حد ذاتها اصلا هتبقى ديفرنشاليه. ده بالنسبه لصلاح. ارنولد بقى، دلوقتي ارنولد معضله جدا. انا شايف ناس كتير راح جايب ارنولد وقال لك مركزه متغير في الملعب وبيلعب نص ملعب ويقدر يعمل لك اسيستات. طب تمام، هيعمل لك اسيستات، بس هو ما بيطلعش بكلين شيت وهو مدافع، فانت اصلا راس مال اللعيب ده لما بتلعبه في المدافعين الثلاثه اللي ورا عشان يجيب لك شويه نقط في الكلين شيت، ولو جاب معاهم اسيست يبقى كتر خيره. انما انت تجيب لعيب ب 7.5 مليون وضامن ان الكلين شيت بتاعه هيروح ويمكن يعمل لك اسيست. ما هو انت لو ضامن ان كل ماتش يعمل لك اسيست اقول لك تمام، بس دي حاجه مش مضمونه. ما تضمنش ان كل ماتش يعملوا اسيست، ودينا شفنا الماتش اللي فات هم كسبوا 1-0 بضربه جزاء بتاعت صلاح. يعني مش الفرقه اللي كل ماتش بتجيب لك 5 و6 جوان، واخر 5 ماتشات على كل اللي هو بيعمله والفيلم ده اكتر نقط جابها في الماتش كانوا 6 نقط. فيعني مش حاجه ان انت تقدر تغامر عليها وتقول انا ادفع 7.5 مليون، لا، في فلوس كتير محتاجينها في الحته بتاعت نص الملعب بعيده عن ارنولد في الدفاع. نفس الكلام لما بقول لك دلوقتي هاجي اكلمك على يوتا، لو عندك خليه، هنستنى نشوف كلوب هيقول عليه ايه قبل الديدلاين. لو قال لك ان هو لسه بيعاني، لا انا بقول تخلص منه. لو قال لك انه جاهز، لا خليه. اما نفس الكلام بقى روبرتسون، جاكبو، الناس دي اعتقد ان انت تبدا تخلص منهم، لان كلنا شفنا روبرتسون الماتش اللي فات ما بيبداش وبيلعب تسيميكاس وهو بينزل مكانه، فابعد عن الفيلم ده، خليك في لعيبه مضمون مكانها. نيجي بقى على ارسنال تاني الدوري، اللي بنسبه كبيره نقدر نقول له عملت شغل جامد جدا وعملت موسم حلو قوي، بس هارد لك الدوري راح للسيتي في الاخر. نتكلم بقى على الماتش اللي جاي بتاعهم قدام نيوكاسل. اعتقد مش ده الماتش المناسب ان انت تروح تجيب حد فيه من ارسنال، استنى على اللي عندك، ما تجيبش زياده، ما تدعمش، بس بعد ماتش نيوكاسل تبدا تزود وتجيب، خصوصا ان هو عنده برايتون ونوتنغهام فورست وولفز، فلا ماتشات بعد ماتش نيوكاسل انا بقى رايي ان انت لو عندك واحد بس قدام في الهجوم بتاع ارسنال لا تروح تزود بالتاني. بس ليه بقول لك استنى ماتش نيوكاسل؟ لان انت شايف الوضع، شفنا مارتينيلي بيقعد دكه في ماتش تشيلسي، شفنا ساكا مستواه سيء جدا وضايع خالص تماما، شفنا اوديجارد اللي فجاه بيجيب لك نقط من لا تحتسب، ما الله اعلم يجيبها ازاي وامتى وما عمرك ما تتوقعها، شفنا خيسوس بيضيع كور ما تضيعش. فحته ارسنال قدام بقت محيره جدا وضبابيه بالنسبه لنا، فانا رايي ان انت تستنى ماتش نيوكاسل نشوف الوضع ايه، وبناء عليه نقرر مين اللي ممكن نجيبه كواحد هجومي تاني على اللي عندك في الفرقه. ناحيه الدفاع بقى في ارسنال، اعتقد ان احنا من اكتر من 4-5 جولات قلنا لكم بعيدوا بقى خلاص، من وقت ما صليبه اتصاب قلنا لكم بعيدوا تماما عن دفاع ارسنال، وادينا شايفين دفاع ارسنال صعب جدا ويطلع بكلين شيت، وكمان احتماليه اصابه جبريل وغيابه عن الماتش كمان بتاع نيوكاسل، ونيوكاسل شايفين هجومه عامل ازاي. فانا رايي ان انت لو عندك اي حد في دفاع ارسنال ضحي بيه، وكفايه قوي علينا كده من دفاع ارسنال. نيجي بقى على اليونايتد اللي لسه خسران من برايتون 1-0 ضربه جزاء لماك أليستر. خليني اقول لك ان اليونايتد بغض النظر عن الخساره دي لازم تبدا تجهز لهم لدبل ال37، ومش غلط خالص ان انت تفكر في برونو وراشفورد الاثنين، بحيث ان مفيش حاجه تطلع من بره الاثنين دول، هم دول دلوقتي كل حاجه موجوده في اليونايتد. شفنا برونو كمان الماتشين اللي فاتوا متالق جدا، فاعتقد ان انت ممكن تفكر في الاثنين. لازم اكلمك على الحته الدفاعيه في اليونايتد الفتره اللي جايه، دي مهمه جدا ان انت تركز فيها. يونايتد الفتره اللي جايه عنده وولفز، عنده ويست هام، عنده تشيلسي، عنده بورنموث، ماتشات كلها وارد جدا لو جبت لك واحد زي لوك شو او عملت بقى الريسك الحلو وجبت
وجبت دالوت لان لوك شو بقى بيلعب مدافع وجبت دالوت، اعتقد ان ممكن تطلع بكلين شيت سهل جدا، ماتشات مش صعبه تماما على دفاع يونايتد، وكمان ممكن تطلع لك فيها بمساهمات هجوميه. نيجي بقى على برايتون، نفس الكلام اللي قلناه على يونايتد هنقوله على برايتون، خصوصا بقى ان هم مش عندهم دبل، ده عندهم 2 36 و37، فلازم تبدا تستثمر وتفكر في اللعيبه بتاعتهم، ولازم يكون عندك 3 لعيبه من برايتون. طبعا في لعيبه كلنا عارفينهم بقى، في ستيل، في دانك، في استوبينان ده في الناحيه الدفاعيه والكلين شيت، في عندك بقى نص الملعب ميتوما، مارش، ماك اليستر، دول اللعيبه اللي اغلب الناس بتحاول تجيب منهم. في بقى لعيبه كمان ظهرت مؤخرا ديفرنشال لو انت عايز تفرق عن الناس شويه، وانا هنا بكلمك عن انسيزو وبكلمك على ويلبك، الاثنين المهاجمين، واحد بيلعب انسيزو يعتبر بيلعب نص ملعب في اللعبه مع ديزيربي، بس هو في الفانتزي هو نازل مهاجم، فعندك الاثنين دول والاثنين اساسيين، فممكن تفكر فيهم لو انت عايز حاجه ديفرنشاليه. تعالى بقى ناخد اخر جزء للفرق بقى اللي معانا في الجدول دلوقتي، وانا بكلمك على الفرق اللي تاخد منها يا لاعب يا 2 بالكتير جدا، ونبدا باستون فيلا. عندك مينجز او عندك واتكنز او عندك الاثنين، اصبر عليهم ماتش وولفز، وانا رايي بعد كده اخلص منهم، لان جدول استون فيلا بعد كده يبقى صعب، وفي فرق تانية زي ما اتكلمنا جدولهم احسن واسهل وممكن يجيبوا لك شويه نقط اكتر. تعالى بعد كده على برينفورد، لو عندك توني خليه راجل بيشتغل ماتش ويجلي ماتش، وكلنا شفنا الموضوع ده، فالماتش اللي انت عارف انه هيجلي فيه قعده دكه، الماتش اللي يلعب فيه حطه لعبه اساسي. ده بالنسبه لتوني في برينفورد. لما نيجي الحته الدفاعيه عندك رايا، انا توقعي ان هو ممكن ما يطلعش بكلين، وممكن يطلع بكلين قدام ليفربول، يعني 50-50 بصراحه، بس اللي انا واثق فيه 100% انه هيطلع لك بشويه سيفز حلوين. ليستر سيتي، وما كنتش احب تماما بالموسم ده ان انا اتكلم عليه تاني، بس للاسف مضطر اتكلم عليه تاني، وهو ماديسون. ليستر سيتي بيحاولوا يبعدوا عن الهبوط، لان خلاص هم بقيت نقطتين تقريبا عن الهبوط رسميا، فهم دلوقتي لازم ينافسوا، فالحته اللي قدام الهجوم اللي فايقين شويه وفيهم الرمق قدام، بنتكلم على ماديسون، بنتكلم على فاردي، دول الاثنين لو في اي حاجه في ليستر حصلت هتحصل عن طريق الاثنين دول. عايز تريسك على حد فيهم انت حر، انا نفسي مش هروح على حد فيهم. نيجي بقى على كريستال بالاس، بنتكلم على اوليزيه، بنتكلم على ايزي، وبنتكلم على العاق الاوفيشال نمبر 1 العاق، وبنتكلم هنا على زاها، رجع من الاصابه الماتش اللي فات، لعب 80 دقيقه وقدر انه يجيب جون. لعيب بص، زي ما احنا كل الناس اللي بتلعب فانتزي بقى لها فتره عارفه ان زاها دي فتره التالق بتاعته، هو بيتالق قبل يناير ما تفتح فتره انتقالات، وهيتالق الاربع اسابيع دول قبل ما تفتح فتره انتقالات الصيفيه. هو ده زاها وده اللي احنا عارفينه عنه. هل هو اتغير او لا؟ انا شايف ان الماتش اللي فات لما رجع ما اتغيرش، هو ده زاها اللي احنا عارفينه. فعايز تغامر على حد في كريستال بالاس لو انت ما عندكش، ارشح لك زاها يكون رقم 1 في الليسته بتاعتك. اخر فرقتين بقى هيكونوا معانا، احنا هنا بنتكلم على ايفرتون وبنتكلم على بورنموث، وانا هنا هكلمك على 2 لعيبه، هو سولانكي وكيلفرت لوين، واكتر من كده مفيش. خلاص خلصنا الفرق. تعالى بقى ناخد سريعا الكابتنه بتاعتنا، ونبدا بقى الكابتنه المضمونه. الكابتنه المضمونه بتاعتنا هيكون هالاند طبعا قدام ليدز، دي كابتنه مضمونه جدا، وطبعا ده في حاله تاكد غياب دي بروين. لو دي بروين موجود وعندك، انا رايي ان انت تكابتنه على هالاند، لان هالاند لعب الماتشين اللي فاتوا، وارد جدا انه يريح الماتش ده او ياخد جزء بسيط جدا او ما يلعبش اصلا. كابتنتنا المضمونه الثانيه قنبله بقى، ويلسون قدام ارسنال، قدام ارسنال مع غياب جبريل ومع غياب صليبه، وطبعا احنا شايفين دفاع ارسنال، فانا اعتقد ان ويلسون هتبقى كابتنه حلوه جدا، ويعني في الجون لو انت عملتها قدام ارسنال. نيجي بقى مع كابتنتنا الريسكي، وهنبدا مع اول فيها كابتنه ريسكي، لان دي تعتبر ريسك بس شويه مضمونه جدا، وانا بكلمك على سولانكي من بورنموث قدام تشيلسي. الاثنين نفس الترتيب في الدوري، الاثنين نفس عدد النقط، وانا ما استبعدش تماما ان بورنموث الماتش ده انها تكسب تشيلسي. وكابتنتنا الريسك اللي بعد كده هي صلاح قدام برينفورد وتوني قدام ليفربول، الاثنين بقى قدام بعض، دي برده من ضمن الكابتنه ريسكي. وانا بقول لك ريسكي ليه صلاح قدام برينفورد؟ لان رايا حارس رخم ومش بسهوله ان انت تدخل فيه جوان. اما بالنسبه لكابتنتنا المجنونه الاسبوع ده، فهتكون 2 لعيبه، جيبس وايت قدام ساوثهامبتون، وبكلمك على الفاريز قدام ليدز يونايتد. وبتاعه الفاريز دي لو اتاكد دي بروين عدم وجوده، اعتقد بتاعه الفاريز هتبقى حلوه قوي لو هو عنده. وبكده يا صديقي نكون خلصنا التحضيرات واهم النصايح قبل الجوله 35 ومعاك لنهايه الموسم. اتمنى لو كانت عجبتك الحلقه اكتب لي تحت في الكومنتات ايه اللي عجبك في الحلقه، ايه اللي مش عجبك في الحلقه، عندك اي استفسار، عندك اي حاجه، حط لنا اللايك بعد اذنك، واشترك معانا في القناه اول ما تتفرج علينا. ما تنساش تتابعنا على فيسبوك وعلى انستجرام وعلى تيك توك. كان معاكم اسلام سيري من 1 2 بالعربي. سلام.